سعيد صالح اتقفش مرتين بالحشيش. المرة الأولى ورط فيها الفنان صبري عبد المنعم وكان محاميه مرتضى منصور، والمرة التانية اتقفش وورط المرة دي الفنان سعيد طرابيك. لكن المرة دي حصلت حاجة كانت مفاجأة. تبدأ الحكاية لما خلص سعيد صالح عرض مسرحيته حلو الكلام وراح عشان يقابل أصحابه عشان يعزمهم على عيد ميلاد بنته. وفي الطريق قابل وقتها صاحبه صبري عبد المنعم وقعد يتكلم معاه في المسرحيه الجايه. فجاه لقى سعيد صالح واحد بيضرب كتفه جامد وبيقول له مش هتبطل تعط بالسيده يا سعيد. سعيد صالح ما صدقش نفسه وافتكر ان الراجل ده معجب وراح زقه وقال له انت مين. الراجل خده وشده وضربه بالبنيه في صدره وعرفه بنفسه ان هو ظابط وشد سعيد صالح في البوكس. وهناك وهم في الطريق في البوكس قال له كده انت لبست قضيه تعاطي، وكان القضية اسمها وقر النسر وكانت تفاصيلها محدش يصدقها. كمل الحكاية الكاتب الصحفي بلال فضل بسلسلة مقالاته عن سعيد صالح اللي بتحمل عنوان فرصة شبه ضائعة اسمها سعيد صالح، وبيقول إن بعد ما سعيد صالح اتمسك الصحف كلها بقت تكتب عن قضية وقر النسر. وكتب الضابط في المحضر اللي مسك سعيد إنه لقى في بنطلون سعيد صالح 4 ورقات سوليفان وكمان 4 قطع حشيش في جيبه، وإنه عرف من الجيران إن سعيد صالح وفنانين كتير زي صبري عبد المنعم وصاحب سعيد اللي اسمه احمد النسر بيقعدوا عند النسر وبيضربوا في شقته الحشيش. عشان كده اتسمت القضيه وقر النسر. وكان الجيران بيشتكوا ان في دخان كتير جدا بيطلع من شقه النسر ده. القضيه اتحولت النيابه وطبعا افرج عن سعيد صالح وصبري عبد المنعم والنسر بكفاله. لكن سعيد طبعا سخن وطلب من محاميه مرتضى منصور انه يقاضي الضابط عشان مسكه وضربه، وما عداش 17 ساعه والاسم اسم السيدة زينب عمل حملة في الفجر على بيت سعيد صالح وتحول سعيد للنيابة تاني. وفي الوقت ده مرتضى منصور قدم طلب للنائب العام بالإفراج عن سعيد صالح هو وصبري عبد المنعم وصاحب سعيد، واستجاب النائب العام لأن إجراءات الضبط مش سليمة. ومن النيابة للاسم عشان يتم الإفراج عن سعيد صالح ما كانتش رحلة سهلة. سعيد اتخانق مع مصور جريدة الجمهورية اللي أصر يصور سعيد وهو خارج من الحبس. مرتضى منصور عشان يهدي الدنيا قال لسعيد اهدى واتكلم مع مندوب صحيفة الجمهورية، وسعيد وقتها اضطر يسمع الكلام عشان الموضوع ما يكبرش وقال قدام الكل صحيح أنا بشرب حشيش لكن عمري ما شربت هيروين مثلا. فرد حد من الموجودين مع سعيد وقال له ما تقولش الكلام ده يا سعيد هتورط نفسك. لكن سعيد ما تراجعش عن كلامه. لكن هل الحكايه خلصت لغايه كده؟ لا، سعيد سخن وراح عمل مؤتمر كبير جدا بين قابه الممثلين وحضره صبري عبد المنعم، وكان عنوان المؤتمر علاقه الصحافه بالفن، لان سعيد زي ما قلت لك ضرب مصور لما كان ممسوك. وبدا صبري عبد المنعم الكلام وقال يا جماعه انا مريض وعندي مشكله في عيني، ازاي اشرب حشيش؟ الدخان غلط على عيني، انا بطالب بحق المعنوي. سعيد بقى ما سكتش خالص، راح ضرب في كل حد في الداخليه والصحافه وقال لهم ازاي يعملوا حمله على بيتي. انا حسيت لحظه ان انا ارهابي. وتصور سعيد ان الحكايه خلصت ورجع حياته الطبيعيه. لكن في 19 يونيو 1995 حصلت كبسه تاني على سعيد صالح هو و7 من اصدقائه ومنهم سعيد طرابيك، وكانت الكبسه دي في اسكندريه واتسمت القضيه وقتها الوقر الجديد للفنان. طب المره دي مسكوه كده وخلاص زي المره اللي فاتت؟ لا، السواق بتاع سعيد وكان اسمه حمدي حنفي اتمسك في كمين وهو معاه حشيش، ولما اتحقق معاه قال ده مش حشيش بتاعي، ده سعيد صالح هو اللي قال لي روح اشتري لي حشيش. سعيد صالح لما وقف قدام النيابه رفض يتخلى عن السواق بتاعه ويلبسه القضيه، وراح اقر بكلام السواق وقال انا مش شايف ان عملت حاجه غلط، دي حريه شخصيه، جلسه انبساط، انا قلت للدارة في قعدتنا بدل الاماكن العامه، انتوا تحاكمونا ليه؟ احنا لا بنهرب ولا بنبيع. طبعا منطق غريب خلى سعيد صالح يتحول للمحكمه، وكان القاضي اللي حكم عليه في قضيه خروج عن النص واتكلمت عنها في حلقه سابقه
هسيب لكم اللينك في التعليقات. هو نفس القاضي اللي حكم عليه في القضيه دي، وحكم عليه بسنه سجن وغرامه 10000 جنيه، وطبعا افرج عن سعيد طرابيق. وفي السجن اتحولت حياه سعيد صالح، وكتب محمود السعداني وقتها مقال بيطالب فيه الافراج الصحي عن سعيد صالح، لكن الداخليه رفضت طبعا الكلام ده، واكتفت بتحسين مكان حبس سعيد صالح، وده اللي هون عليه ايام السجن. وقضى سعيد صالح سنه كامله حياته فيها اتغيرت، وقرب لربنا اكتر، وبقى يقرا القران ويرجع يلحن الاغاني زي زمان. بعد سنه خرج سعيد صالح من السجن، وكان اول واحد بيكلمه هو عادل امام، اللي صمم ان اول مكان يروحه بعد ما يخلص اجراءات السجن انه يطلع على موقع تصوير فيلم بخيت وعديله الجردل والكنكه. ومثل سعيد صالح الدور، وكانت بدايه لعودته تاني للعمل الفني. كمان المنتج المسرحي سمير خفاجي اللي اكتشف سعيد اعلن عن عوده سعيد لفرقه الفنانون المتحدون، وانه هيبقى بطل مسرحيه اسمها كرنب زبادي مع احمد بدير ودلال عبد العزيز. لكن المسرحيه ما نجحتش لان ما حصلش كيمياء بين سعيد واحمد بدير، وحصل خلاف بينهم، وكمان سعيد ما كانش متزن بسبب ايام السجن ولسانه تقل جدا. في المرحله دي بدا سعيد يخش فتره ناس سمتها الدروشه وناس سمتها المراجعات، لدرجه انه حج 14 مره، وبقى يحكي للناس في كل قعده ازاي كان بيعمل حاجات غلط وهو مش مدرك ان ده غلط. يعني مثلا بيحكي بلال فضل انه سعيد حكى له انه زمان هو واصحابه كانوا قاعدين في مكان تصوير وكانوا بيشتموا والفاظ صعبه جدا، فخرجت فنانه مشهوره بتقول لهم ما ينفعش كده، راحوا ان في سيدات شغاله معاك. سعيد بقى مش يسكت ويحترم رغباتها. سعيد بيقول وقتها في القعده دي انا رحت عملت حاجه مجنونه، رحت قلعت لبسي ومشيت بالملابس الداخليه وحطيت الفوطه على كتفي واتمشيت في الاستوديو وقلت بلاش شتيمه يا جماعه، عشان كده عيب، ما يصحش كده، لازم يكون عندنا اخلاق. طبعا المشهد كان غريب والاستوديو اتقلب ضحك، وفي ناس تانية اتضايقت من الموقف ده، لكن سعيد في مراجعاته بيقول انا الضحك ده كان بيخليني اتمادى اكتر. وبعد ما خضت تجربه السجن عقلت، واول ما خرجت اعتذرت الفنانه دي بعد سنين من اللي انا عملته. طبعا بعد ما حكيت لك التفاصيل دي كلها اكيد بتسال هو فعلا سعيد اتمسك بسبب اسباب سياسيه زي ما كل مره بيتقال ان راجل جريء وكان بيتكلم في السياسه عشان كده اتمسك؟ الحقيقه ان الاشاعات دي طلعت لان فعلا في مسرحيه لسعيد صالح اتقفلت بسبب اسباب سياسيه. المسرحيه دي بيحكي عنها المخرج جلال الشرقاوي ومذكراته حياتي في المسرح، وبيقول ان سعيد كان بيقلد فيها السادات وقت حكم السادات على قضيه مراكز القوه، وانا رحت قلت له يا سعيد بطل تتريق على الراجل، الرقابه بتحذرنا. سعيد تمادى وما سمعش كلامي لان الجمهور كان بيموت من الضحك لما قلد السادات، وفعلا الرقابه قفلت وشمعت المسرح، ومن ساعتها طلع الكلام ده على سعيد. وحاجه كمان حكايه الافيه اللي اتقال لسعيد صالح قالوا خلى مبارك يتضايق منه، وهو لما قال واحد اكدنا المش والتاني علمنا الغش والتالت لا بيهش ولا بينش، طبعا كان بيلقح على الرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك. لكن الحقيقه ان سعيد مواقفه السياسيه كانت عكس كده خالص. سعيد اعلن اصلا تأييده لانتخاب مبارك في 2005، والحكايه ان في مسرحيه قاعدين ليه وقف سعيد في نهايه المسرحيه لمده 15 دقيقه قعد يتكلم فيها ازاي ان مبارك يستحق المنصب ده في الانتخابات دي، في انتخابات 2005، وقال انه بيمتلك خبره في اداره شؤون البلاد. وسعيد ما اكتفاش، فضل في حوارات كتير بيعلن دعمه لمبارك، وبيستغرب ازاي الناس اللي بتقول مفيش حريات ازاي والمسرح السياسي شهد نجاح كبير جدا في عهد مبارك. المختصر ان السياسه ما كانتش سبب ازمات سعيد صالح، لكن السبب الحقيقي هو اللي قاله المخرج جلال الشرقاوي في مذكراته، اللي بيقول ان انا عاصرت بدايات عادل امام وسعيد صالح وشفت الفرق. عادل عارف طريقه وكان دايما عارف بيعمل ايه وايه الدور اللي يرفضه والدور اللي يوافق عليه، اما سعيد صالح كان بيقبل اي دور حتى لو مش كوميدي، وكان معتمد دايما على شله الانس اللي بيسهر معاها وبيضربوا وبيشربوا مع بعض، وفي القعده دي يزودوا الافيهات. كان عشوائي في مشوار. لكن طبعا يفضل الجدل هل سعيد صالح ضحيه السياسه ولا ضحيه نفسه؟ في نهايه الفيديو هل انت شايف ان سعيد صالح هو اللي ضيع نفسه ولا مواقفه السياسيه خلته هدف للكبار؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا صفحاتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على